دلوقتي قافلة الصمود اللي كانت عايزة تعبر حدود مصر من ناحية السلوم، اتقال لها كده عشان تعبري لازم تلتزمي بقوانين الدولة، ولازم تاخدي ترخيص انك تدخلي او انكم تدخلوا حدود مصر، وان مصر دولة ذات سيادة. وقصة عبور قافلة من دولة لدولة لدولة لابد ان تقع تحت سيادة الدول وتلتزم بقوانين الدول. فلو القائمين على قافلة الصمود أسوياء وأهدافهم سليمة وهو دعم غزة فقط، أعتقد مش هيبقى عندهم مشكلة إنهم يلتزموا بقوانين الدول. إنما لو كان أهدافهم غير كده وأهدافهم أو أصحاب أجندات خارجية أو أجندات أخرى، مش هيلتزموا وهيعملوا تصعيد على أساس إن مصر هي اللي بترفض. لأ، مصر ما بترفضش. عايزين تدخلوا بالقانون والقوانين المنظمة لدخول المعابر المصرية. مش عايزين تلتزموا يبقى ما فيش مرور يا حلو، وخشوا واطلعوا بره زي ما جيتوا وارجعوا تاني لتونس، وربنا معاكم.